من عوامل نجاح الكحك يا جماعه ان الرسمه بتاعه المنقاش او البصامه تطلع معايا كده بعد السوا، ما يبقاش سايح من فوق وما تبقاش باين له ملامح. لا، الطريقه دي بتبقى مقادير كده مش مظبوطه. المقادير المظبوطه والكحك المظبوط اللي تطلع الرسمه بتاعته واضحه كده وباينه. معانا بقى المقادير: عندي كيلو من الدقيق، وعندي 600 جرام سمنه ساقعه خارجه من التلاجة. دي سمنه بلدي، تستعملوا السمنه اللي انتوا عايزينها، بس طبعا كل ما نعلى بجوده السمنه كل ما الحاجه معانا تبقى جودتها اعلى. عندي هنا تلتين كوبايه ميه عليها معلقه صغيره خميره ومدوباهم. عندي كوبايه الا ربع سكر بودره. عندي معلقه كبيره ريحه الكحك، معلقه صغيره بيكنج باودر، 3 معالق كبار سمسم محمص. احط كده الخميره في حاجه كبيره شويه عشان ما تقعش من الكوبايه، لان لسه قدامنا شويه وقت. هحط الدقيق على السمسم على ريحه الكحك على البيكنج باودر. مش هنسى طبعا عندي ربع معلقه صغيره من الملح. اي مخبوز اي حاجه فيها دقيق لازم نحط كده مع ربع معلقه ملح صغيره على الكيلو عشان يظبط معانا العجين. وهقلب بقى المواد الجافه دي كلها كده مع بعضها. الملح اهو تمام. السمنه زي ما قلت لكم خارجه من التلاجة ساقعه، ما ينفعش نعمل بسمنه تكون بدرجه حراره الغرفه، لا لازم درجه حراره التلاجة. هفككها كده بالمضرب شويه، وبعد كده هضيف عليها بقى سكر البودره كله. ان السمنه البلدي او السمنه يعني السمنه الحلوه اللي نوعها حلو هتخلي معانا الكحك احلى واطعم وبالطريقه اللي احنا عايزينها، هتخليه يعني كحك احنا نبقى راضيين عنه. هنكمل بقى كده نحط سكر البودره كله. دي كوبايه الا ربع سكر بودره، لو بالميزان هي 100 جرام 100 جرام سكر. بصوا بقى معايا السمنه بالسكر عملت كريمه كده وشكلها حلو جدا. هننزل بقى السمنه دي على الدقيق، وهنا بقى تبدا مرحله البس. انا قلت اجرب اليد الاستانلس ديت اللي بتيجي مع المضرب اشوف هتعمل معايا ايه، بس الحقيقه ما عجبتنيش وكملت بايديا. هوريكم بردك في المرحله ديت اهو زي ما انتم شايفين. هنزل كل مقدار السمنه، زي ما قلت لكم السمنه دي بلدي فمش هسيب ولا حته، هاخدها كلها يعني. بس الكحك يا جماعه ما بيتعملش بزبده، يعني مش هيبقى حلو زي ما احنا بناكله في المحلات لو اتعمل بزبده. هو الاصل بتاعه بيتعمل بسمنه عشان يطلع كده دايب وجميل معانا. طبعا هنا بقى احنا عايزين نعجن المقادير ديت مع بعضها لحد ما نوصل لحاجه كده كريمي بردك وهشه، عشان تبقى العجينه معانا دايبه كده، ويبقى الكحكايه دايبه وناعمه وطريه كده وجميله. بصوا بحط العجينه ما بين اللي هو بين الكف كده ايديا، بين راحتين اليد، وهفضل ادعك كده في العجين. بصوا مفروله ازاي، هتشوفوا دلوقتي انا قعدت اعجن بالطريقه ديت اللي انتوا شايفينها دي لمده 10 دقايق لحد ما هيوصل معايا القوام الكريمه. مش هيبقى شبه اللي انتوا شايفينه ده خالص. اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي هو ده اللي هيخلي الكحكايه معايا دايبه وناعمه. بصوا شكلها عامل ازاي، كريمه، ما بقتش عجينه خالص زي ما انتوا شايفينها، ما بقتش نفس العجينه اللي انتوا كنتوا شايفينها من شويه. بصوا بقت كريمه ازاي ولازقه خالص في ايديا. انا قعدت اعمل كده بتاع 10 دقايق، عملتها بايديا، ما عملتش باي مضرب ولا اي حاجه، بايدي كده ما بين ايديا باخد العجين وزي ما انتم شايفين كده ادعك فيه كده لحد ما وصل معايا القوام دوت. ده القوام اللي انا عايزاه الكريمي ده. هحط دلوقتي بقى الخميره بالميه. وهنا بقى انا مش مطلوب مني ان انا اعجن خالص، لو عجنت هبوظ كل الشغل وكل اللي انا التعب اللي تعبته دوت. لو عجنت يا جماعه بعد المرحله دي الكحك ما يتعجنش خالص بعد ما يتحط له السوائل بتاعته. ان كنتي هتحطي بقى لبن هتحطي ميه، المهم ما يتعجنش، تقلبي فقط. هتحسوا وانتوا بتقلبوا ان الدنيا ثابت وعامت معاكم، بس لا استمروا، هتلاقوا كحك بيلم وهتلاقوا الطبق بينضف. وهتشوفوا دلوقتي معايا انا ما عملتش قط لاي مرحله هنا عشان تشوفوا معايا كويس، عشان ما حدش يعني يفتكر ان انا حطيت دقيق، لا هو كده. بصوا الطبق بيبدا ينضف ازاي من العجين. ما تعجنوش بردك بقى كده عليكم، ما تعجنوش لحسن الكحك لو عجناه بعد المرحله دي هيعضم معانا وهيبقى ناشف، هيروح كل التعب اللي احنا تعبناه على الفاضي. انا بلمها كده وبسويها، هسيبها لمده 10 دقايق كده ترتاح معايا شويه، اغطيها طبعا فوطه نظيفه ترتاح بس ال10 دقايق، انا مش هسيبها تخمر، 10 دقايق فقط. اهو بصوا شايفين الكحك بيلم اهو والطبق بيبدا ينضف معايا. بكرر عليكم اوعوا حد بعد المرحله دي بعد مرحله نزول الميه يعجن، انا بقلب فقط مش بعجن. اهو بصوا الطبق نضف اهو. هسيبها بقى ترتاح كده 10 دقايق ونشوف الخطوه اللي بعد دي ايه. بصوا هوريكم كده بردك انا غسلت ايديا كده من العجين خالص عشان تشوفوا ان العجينه مش لازقه في الايد ولا حاجه، يمكن هي لازقه بسيط خالص مع التريحه اللي انا رايحه لها 10 دقايق.
مش هتلزق معايا خالص، تبقى جميله جدا. بصوا العجينه نجاحها طبعا ان العجينه متبقاش مشققه، العجينه ناعمه جدا وطريه جدا في ايديا، مش مشقق خالص. عندي هنا ربع كيلو ملبن، حطيت عليه معلقه كبيره سمنه وهقلبهم كده في بعض بايديا. الربع كيلو ملبن ده عمل معايا نص كميه الكحك، يعني عمل معايا نص كيلو كحك. اكورها كور كده بقى واحطها في التلاجة اهي. ممكن في المرحله دي تخلطي كده معلقه سمسم على الملبن لو عايزه، لو مش عايزين خلاص. عندي هنا عين جمل بكسره كده بايديا عشان يبقى على قد الكحكايه، متبقاش كحكايه كبيره، كسرته كده بايدي. عندي هنا بقى الصينيه مش مدهونه اي حاجه، ما تدهنوش الصينيه حاجه عشان هو فيه سمنه كفايه. بصوا انا بعمل كده ايه، خدت اول كوره بريحها على ايديا تاني. بصوا انا بدعكها كده ما بين راحتين اليد وبريحها تاني على ايديا عشان تبقى ناعمه معايا. هحط بقى الملبن. لقيت هنا ان العجينه قليله قوي، فالملبن حسيت ان هو مش عايز يظبط معايا، فكبرت شويه الكحكايه. انا من الناس يعني اللي بتحب الكحك صغير قوي، مش بحبه كبير، بس ولادي بقى عملوا الملبن كور كبيره، فللاسف اضطريت ان انا اكبر الكحك شويه. بصوا هعمل تاني معاكم اهو، كبرت شويه بقى الكحكايه عشان اعرف احشيها. بصوا انا بريحها اهو زي ما انتم شايفين ما بين ايديا ما بين كفين اليد، بريح العجينه عشان ما تبقاش مشققه معايا. الخطوه دي مهمه برضك عشان الكحك ينجح معاكي ويطلع ناعم زي ما انت عايزاه. هعمل تجويف كده بصباعي وادخل بقى الملبن واحشيها. هي دي طريقه كبيره شويه ريحتني. اكورها بقى كده واحطها في الصواني كله بقى كده بالطريقه ديت، وهعمل بالبصامه. اللي عنده منقاش طبعا جميل جدا يعمل بيه، بس انا بحب بصراحه رسمه البصامه، بحس ان هي بتشيل سكر بودره كده ويبقى شكلها حلو. اهو بوريكم تاني. هعمل ديت بقى عين جمل، اي مكسرات عندك بقى، ممكن بندق، عين جمل، ممكن لو ما عندكيش خالص ممكن نخلط العين جمل بالملبن، يعني نكسر عين جمل ونقلبه كده مع الملبن واحنا بنعمله بالسمنه. بس انا لا، حبيت ان هو يبقى ملبن بس وعين جمل بس. اهو زي ما انتم شايفين كده صواني، هدخلها بقى في فرن السخن سابق التسخين طبعا بربع ساعه. هدخلها في الرف الوسطاني، انا مش بفتح عليه الشوايه خالص، بسيبه بس كده لمده 10 دقايق ياخد السوا بتاعه، ياخد بس لون بسيط جدا من تحت، وبعد كده بشيله بيبقى لونه ابيض، ما بيبقاش لونه محمر. لما بيستوي بتسيبيه بس كده في الصينيه او الصاج اللي بتعملي فيه ياخد حراره الصاج، وبعد كده بيبقى لونه محمر زي ما انتم شايفينه كده، بس هو طالع من الفرن لونه ابيض. طبعا ما نمسكوش خالص، ما نلمسوش في ايدينا عشان ما يتكسرش مننا، نسيبه لمده ساعه او نص ساعه مثلا في الصاج، وبعد كده نشيله بقى نحفظه في علبه يبقى معانا جميل جدا اهو. بصوا الرسمه واضحه جدا اهي، مسحتش. بجد ده من عوامل نجاح الكحك ان الرسمه تطلع كده مظبوطه معانا. على فكره مش اي حد بيطلع والله فعلا الكحك كده، هتجربوا المقادير ديت وهتشوفوا ان هو فعلا احلى كحك دقتوه في حياتكم. بس كده الوصفه خلصت معايا، لو عجبتكم بقى يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناه، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.